الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك تعالى نعبد وإياك نستعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، سبحانه لم يتخذ والدة ولا ولدا، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. ونسأل الله بمنه وكرمه ورحمته أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله كفاه ما أهمه. أيها الأحبة الكرام، هل أنت مع الرماة العشرة؟ هل أنت مع الرماة العشرة؟ سؤال يفرضه واقع أمتنا. لنعود إلى تلك الغزوة التي حدثت في مثل هذا الشهر، غزوة أحد، التي يتوقف كثيرون أمام درس مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننسى أن نقف أمام درس لا يقل أهمية، وهو أن الرماة لم يغادروا كلهم، بل بقي العشرة، وأولئك هم الذين دافعوا عن الأمة يومها. واليوم لا يزال على الثغرة ذاتها، ولا يزال على أحد الأمة وجبلها، ولا يزال في كل موطن من مواطنها، ولا يزال في مواجهة أعدائها. رماة أنت منهم، وسهمك وقوسك تحدده أنت. هل أنت مع الرماة العشرة الذين ثبتوا ويثبتون، وعلى يدهم سينزل الله النصر؟ كانت غزوة أحد درساً عظيماً حين خالف أغلبية الرماة وليس الرماة كلهم، حين خالف أغلبية الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر قائدهم عبد الله بن جبير، فصاحوا حين انهزمت قريش الغنيمة، فاستزلهم الشيطان بشهوة، وقد يستزل البعض اليوم فينزلون عن جبل الدفاع عن أمتهم لشهوة أو لشبهة أو لخوف أو لسبب آخر. كانت أحد كما ننظر إليها من زاوية أنها هزيمة في جانب من جوانبها، فقد كانت نصراً على المدى البعيد في جوانب أخرى، حيث تعلمت الأمة كيف تحمي نفسها، وكيف يثبت رماتها، وكيف أن كل واحد منا على ثغرة إن تركها وأتي الإسلام أو أتي الوطن أو أتي المجتمع من قبله فقد باء بإثم ذلك. كانت أحد في جانب من جوانبها نصراً. وفي مسند الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر في أحد. وتلك نظرة لابن عباس استشف من ورائها ونظر من خلالها إلى رؤية بعيدة المدى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون حتى بعد الهزيمة التي حدثت. إن استفدتم الدروس ولم تكرروا النزول من على جبلكم فأنتم الأعلون، فلا تهنوا ولا تحزنوا. اليوم أيها الأحبة الكرام، وفي واقع أحد غزة، في واقع أحد غزة الذي يقف عليه المرابطون الثابتون وراث الرماة العشرة، الوارثون للرماة العشرة
يقفون اليوم على جبل أحد غزة. والسؤال: هل نحن معهم؟ هل كل واحد منا مع الرماة 10 أم نحن مع الذين نزلوا واستذلوا وانهزموا؟ اليوم نقف مستذكرين تلك اللحظة، لحظة الثبات الخالدة التي ثبتها 10 في مواجهة 200 من فرسان قريش يقودهم فارسان لا يقف لهما أحد، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، القوة الضاربة لقريش، سلاحها الأقوى، عتادها وعددها. في مقابل ذلك الرماة 50 قد نزل منهم نحو 40، بقي 10 ثابتون، 10 يقابلون 200. كان 50 هم أمهر الرماة، كانوا أمهر الرماة، ولذلك اختارهم القائد العسكري العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حين نزل الأغلبية بقي 10، فما يغني 10؟ بلسان البعض اليوم 10 يلقون أنفسهم إلى التهلكة، بلسان البعض اليوم سيقولون لهم ما يقولونه للمجاهدين في غزة: ما تغنون أنتم وما يصنع 10 في مقابل 200 بعددهم وعتادهم وهم أقوى فرسان قريش. لكن أولئك 10 علموا الأمة آخر درس في حياتهم الفانية، ليخلد مع خلودهم أحياء عند ربهم يرزقون، أن العبرة في أن تثبت على جبل هذه الأمة وأن تدافع عنها، لا لترى النصر بعينك بل لتؤدي ما عليك. قد ترى النصر بعينك وقد يراه من بعدك، أهم شيء أنك قمت بما عليك ورضي الله عنك. أيها الأحبة الكرام، كان 10 على مواقعهم بقيادة عبد الله بن جبير، واندفع فرسان قريش وصدهم هؤلاء 10، صدهم هؤلاء 10 كما يصد الصليبي والصهيوني اليوم فرسان في أنفاقهم وعلى جبل رماتهم، فرسان يعلمون يقينا كما علم 10 أنهم سيغادرون الحياة الفانية، لكنهم اختاروا. ومنكم من يريد الآخرة، اختاروا خيارهم وقرروا قرارهم، فهم اليوم يصنعونه ما صنعه عبد الله بن جبير الذي نقرأ عنه في السير وفي كتب التاريخ. فقرات أنقل واحدة منها فقط. اسمعوا وتخيلوا المشهد أمامكم. تخيلوا 200 فارس قد أقبلوا بكل حقدهم وغضبهم من الهزيمة التي حاقت بهم قبل قليل. تخيلوا قريش بانتقامها وغضبتها تريد أن تأتي المسلمين من خلف ظهورهم، فلا يصدهم إلا هؤلاء 10 بكل هذا الحقد وبكل هذه القوة. اندفع 100 فارس. ثم نسمع العبارة التالية في كتب السير والتاريخ: راماهم عبد الله بن جبير، ورام عبد الله بن جبير حتى فنيت نباله، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر رمحه، ثم كسر جفن سيفه، كسر الغمد، فلا عودة للسيف إلى غمده. ذهب الأمر، قضي الأمر، يعلم يقينا الآن ما يصنع، ثم كسر جفن سيفه، كسر الغمد، وقاتلهم بسيفه حتى قتل أو حتى استشهد. فلما وقع جردوه من ثيابه وطعنوه برماحهم حتى خرجت أحشاؤه من بطنه، فما وهنوا لما أصابهم. وكذلك فعل بال10 معه. هؤلاء 10 صنع بهم ما يصنع اليوم في غزة، وهؤلاء قالوا للأمة: من كان على الدرب فليثبت، فإن ثبات 10 أعطى وقتا لمن بعدهم ليحمل الراية من خلفهم في الميدان. كانوا على الجبل، وسنرى نفس صور بطولاتهم في الميدان. إلى الذين يشاهدون جبل أحد في غزة: أنتم من تحملون الراية اليوم وفي الغد معهم أو من بعدهم ستحملون الراية
وسيكون النصر. نجد من الذين حملوا الراية في الميدان من بعدهم أن الله جل وعلا جعل حول محمد صلى الله عليه وسلم رجالا تراهم كأولئك الرماة العشرة، ثم وضح الله بوضوح وجلاء لا غبش فيه أن الأمة في تلك اللحظة مع وجود النبي فيهم من يريد الدنيا. ستظل الأمة بشراً بأخطائهم وبمحاولتهم الصعود في مدارج الكمال، ولن يبلغوا الكمال، لكن كلنا نضع هدفاً أن نصل إلى ذلك المستوى الذي وصله أولئك الرجال الأبطال الرماة ومن كانوا في الميدان. قال الله جل في علاه وهو يذكر الصنفين ممن ثبت وممن غادر: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اليوم يدرك أبطال غزة أنهم في الثغرة ذاتها وعلى الجبل ذاته ودفاعا عن الأمة نفسها. هم لا يدافعون عن أنفسهم، ولم يكن الرماة العشرة يدافعون عن حياتهم، كانوا يدافعون عن نبي آمنوا به وعن أمة وضعوا ليدافعوا عنها. واليوم من في غزة لا يقاتلون عن غزة، بل يقاتلون عن مصر والأردن وسوريا واليمن والسعودية وعن أمة المليارين. هم يضعون صدورهم لتأمن أو لتنجو صدورنا، فأين نحن منهم؟ ما يهم كل مسلم اليوم أن يسأل نفسه: هل أنا مع الرماة العشرة؟ هل أنا مع غزة؟ حين وصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الرماة دورهم وأحاطوا به حتى استطاعوا أن يرموه في وجهه بحجر كسر أنفه ورباعية أسنانه وشجه في وجهه، ودخلت حلق المغفر في وجنته وسال الدم الشريف منه صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع أصحاب الرماة؟ ماذا صنع الرماة الآخرون في الميدان؟ ستجدون عجبا تعرفونه كلما مررتم على غزوة أحد. منها أن الأنصار تسابقوا واحدا تلو الآخر، كلما استشهد واحد والثاني يراه يستشهد أدركه فمات على ما مات عليه. ورأى أبو دجانة النبي صلى الله عليه وسلم مستهدفا بالسهام فتترس عليه يقيه بظهره حتى لا يرد أنه لم يعد هناك مكان للسهام فسقط في مكانه، سقط إعياء وتعبا. ورأى طلحة أن هناك من يريد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه فلم يجد ما يتصدى به إلا يده، فتصدى بيده فكانت يده الشلاء المشلولة هي خير أعضائه وهي التي سبقته إلى جنة ربه. لقد وجد في طلحة وهو يدافع ويصد عن حبيبه صلى الله عليه وسلم 79 ما بين ضربة ورمية. هؤلاء الذين تسابقوا شعارهم شعار سعد بن الربيع الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة، أرسل زيد بن ثابت يبحث عنه فوجده وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وجده في الرمق الأخير يجود بنفسه. فقال رسول الله يقرئك السلام، قال أقرئ حبيبي السلام وقل له إني أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لا عذر لنا إن تركنا غزة، لا عذر لهم إن تركوا رسول الله، ولا عذر لنا إن تركنا دين الله. لا عذر لهم إن خذلوا بعضهم، ولا عذر لنا إن خذلنا بعضنا. أيها الأحبة الكرام، ترك الرماة العشرة الدرس وعلينا أن نعيه. علينا كلما وقفنا مع مخالفة الرماة أن نقف مع ثبات العشرة، لأنه درس لا يقل أهمية. فإن هذه الأمة
لا يذهب منها الخير كله منها كلها أو منها كلها. أيها المجاهدون، إن غزة اختبار، إن جبل أحد في غزة والثابتين فيه كاشف للأمة. قبل أحداث غزة كان كثيرون في موضع الرماة 50. قبل أحداث غزة كان كثيرون في موضع الرماة 50، منهم من كان يدافع عن الأمة بعلمه، ومنهم بماله، ومنهم بإبداعه، ومنهم بسلاحه. لكن البعض اختار كما اختار غالبية الرماة حين اعتدي على غزة أن يغادر جبله، والبعض ذهب يبحث عن مبرر لنفسه بما فيهم حملة علم، تخلوا عن مواقعهم بجوار الرماة 10 ثم ذهبوا يبررون لأنفسهم. سئل أحدهم وهو عالم: هل يجب على المواطنين في دولته أن يناصروا غزة؟ فقرأ قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثم قال: إن بيننا وبين إسرائيل ميثاق ومعاهدة. ترى هل قرأ الآية كلها ليعلم عمن تتحدث هذه الآية؟ هو أعلم منا بالتأكيد، لكنه لم يرد أن يقرأها كلها على مسامع من يفتيهم، لأن الآية لا تتحدث عن نصرة المسلمين الموجودين في بلاد الإسلام، فهؤلاء لهم النصرة المطلقة. هذه الآية تتحدث في نهايتها عن نصرة من أسلموا ولم يهاجروا، اختاروا أن يعيشوا تحت مظلة الكفر في بلد يحكمه الكفر، أسلموا حينها ولم يهاجروا، فقال الله عنهم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. تريدون أن نجدد عهدنا بالآية لنسمعها من البداية؟ اسمعوا قول الله جل في علاه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين. هذه هي الآية بهذا الوضوح. أبناء غزة اليوم هم الذين قال الله عنهم ونحن وإياهم أولياء بعض. الجهاد معهم فرض عين لأنه جهاد دفع. ما يحدث اليوم في غزة يوجب أن يفهم المسلمون جميعهم أن غزة التي تقف موقع الرماة إن سقطت ولن تسقط بإذن الله، فإنه كما وصل المشركون بالأمس إلى رسول الله فسيصلون اليوم بصهيونيتهم وصليبيتهم إلى حرم الله. لا مجال للالتواء ولا مجال للتخفيف. إن شعار الصهيونية واضح، وخارطة دولتها المزعومة واضحة. تعرفون جميعا أين خارطة إسرائيل المزعومة. هم لن يكتفوا بغزة. غزة اليوم تدافع عن بقية الدول، ولذلك التاريخ يكرر نفسه، لكنه بإذن الله لن يتكرر بتلك القتامة. بالأمس البعيد وقف التتار أمام خراسان التي كانت تحكمها الدولة الخوارزمية، وكانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية. كان التتار يقتحمون خراسان وأولئك في بغداد يلهون. ما شأننا بهم؟ ليدافعوا عن أنفسهم. حدث ذلك عام 1256 وبغداد وكل من فيها يتفرجون. عام 1258 بعد سنتين فقط كانت بغداد تذبح من الوريد إلى الوريد. كانت الدماء تسيل في أزقتها وكان نهرها أحمر من كثرة الدماء. ما الذي كان سيحدث لو نصرت خراسان قبل أن يصلوا إليها؟ وكررت الشام التجربة، فوقف حكام الشام الخائفون على كراسيهم المهووسون بالسلطة، وقفوا يشاهدون العراق تذبح. فماذا صنعوا؟ سارعوا فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يسارعون هؤلاء الجبناء، سارعوا لعقد اتفاقيات ومعاهدات مع التتار.
لكن الأمر لم يطل حتى سنتين كما حدث من قبل. أحرقت ودمرت حلب وحمص، أحرق كل شيء. ثم وصل الأمر إلى مصر عام 1260. وصل الأمر إلى مصر، وهناك كان هناك من يقفون على الجبل مع الرماة، كان هناك علماء صادقون، وكان هناك حكام مخلصون، كان هناك العز بن عبد السلام، وكان هناك قطز. وقف العالم يؤازر الحاكم، ووقف الشعب مع العالم والحاكم، وإذا بالأمير يقف ليحاكم المسؤولين محاكمة لفظية قبل أن يأخذ أموالهم ليجعلها في الجهاد قبل الشعب، قبل أموال الشعب. وقف ليقول لهم عبارة دونها التاريخ، فقال: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون بيت المال، واضح، فاسدون يأكلون أموال الشعب، لكن هل سيحاسبهم الآن؟ هو الآن يريدهم أن يتوبوا توبة عملية بالجهاد. ماذا لو الذين أكلوا أموال الشعب في وطننا وفي غيره قرروا أن يكفروا عما فعلوا بداية معركة حاسمة فاعل اليوم؟ ماذا سيكون؟ سيدونون أسماءهم في سجل مشرق في التاريخ. قال: لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، أو للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك فليرجع إلى بيته، وإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين. لاحظوا كيف استنثر حميتهم. واليوم ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. قال: وإن خطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين عن القتال. ثم استعبر باكيا كما يبكي الرجال. بعض بكاء الرجال يكون بكاء من هم الأبطال أصحاب الفعال. ثم استعبر باكيا وقال: يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ أسمعت سؤال قطز؟ أسمعت سؤال قطز؟ لم يكن يسأل أولئك فقط، إنه سؤال لنا نحن، إنه سؤال يجب أن نسمعه الآن بقلوبنا قبل آذاننا. من للإسلام إن لم نكن له نحن؟ إذا القوم قالوا: من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. قف مع الرماة، قل أنا لها، ليكن قوسك يطلق كلمات، ليكن قوسك يطلق منشورات فيديوهات، ليكن قوسك مواقف وقرارات، ليكن قوسك نصيحة. أنت أدرى بقوسك وسهامك، أهم شيء أن يكون لك دورك. من للإسلام؟ البعض اليوم قد يناديهم هذا النداء فيشعر بعضنا أن هذا ليس دوره، لأنه مثقل بالخطايا. ومن منا بلا خطايا؟ من منا بلا أخطاء؟ من منا بلا خطيئات؟ هذه الأمة اليوم واجب الجميع فيها، حتى الذين لا يصلون واجب الجميع فيها أن يقفوا مع غزة. وقف غيرنا وهم غير مسلمين. أفيوسوس الشيطان لبعضنا أن هذه قضية مصلين، هذه ليست قضية تيار بعينه، ولا قضية جماعة، ولا حركة، ولا دولة، هذه قضية أمة، قضية دين. في غزوة أحد كان هناك رجل في المدينة المنورة اسمه يطلق عليه أصير بن عبد الأشهل، وكان اسمه عمرو بن ثابت. تخيلوا الآن غزوة أحد في شوال من السنة 3 للهجرة. هذا الرجل حتى هذا التاريخ لم يسلم، ليس معترفا بالإسلام، لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أحد سأل: أين الناس؟ قالوا: خرجوا لمقابلة قريش. فخرج. في صحيح البخاري أن رجلا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم مقنعا قد غطى وجهه بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ قال: أسلم وقاتل. فأسلم وقاتل فاستشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسأل الصحابة ومن بعدهم:
أتعرفون رجلا دخل الجنة ولم يصلي ركعة؟ قالوا من؟ قال أصير بن عبد الأشهل، لأنه أسلم فلم تكن هناك فرصة بين إسلامه واستشهاده أن يصلي صلاة. اليوم من لم ينطلق للدفاع عن غزة تدينا فلينطلق إنسانية. أي إحراج، أي خزي نشعر به ونحن نرى ناشطين غير مسلمين يقفون مع غزة وقفات، بعضهم وقف أمام شركة عالمية تبيع القهوة وتدعم الكيان فملأوا أكوابها بسائل أحمر، ثم وقفوا على بوابتها يشربون أو يدنون الكؤوس من أفواههم ثم يسقطون كالموتى ليقولوا للشركة ومن يشتري منها ومن يدعمها كل كأس يقتل مدنيا في غزة. بأمس فقط بعضهم دخل حرم السفارة الأمريكية في لندن وهناك نافورة ماء فوضعوا فيها صبغة حمراء فتلون الماء بالأحمر ليقولوا لأمريكا إنك تقتلين الناس في غزة. أيها الأحبة الكرام، إنه تذكير بأن نقف مع غزة. من استطاع بالكلمة والموقف كما فعلت تلك الفتاة المغربية الموظفة في شركة مايكروسوفت، من استطاع هناك فذلك دورهم، ولن نصل إلى ذلك المدى والمستوى. لكن حين نقف بانبهار واندهاش، الأصل أن لا يصيبنا اليأس، لا نستطيع أن نفعل مثلها أو مثل غيرها فلتفعل ما أنت مستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أولئك الذين يحكمون والذين بيدهم أن يوقفوا الحرب لو أرادوا، والله الذي لا إله غيره إن بيد حكام الأمة لو أرادوا أن يوقفوا الحرب، لكنهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ويصبحوا على ما أعلنوا نادمين، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. أيها المجاهدون، لا يتسع المقام لنستدل بتاريخنا القريب، ففي تاريخنا القريب أيضا كان هناك مثال مشابه بغزة، ونسأل الله أن يكتب لنا في قادم الجمع أن نقف عنده ذاهبون إلى جلسة الاستغفار. وفي واحة الاستغفار التي تطمئن فيها نفوسنا يفكر كل واحد منا في نفسه في القوس الذي يمتلكه ليشارك به مع الرماة العشرة، ليشارك به مع الرماة على جبل أحد، على أحد غزة. هل هو قوس يطلق سهام قرارات تحركات، سهام كلمات فيديوهات منشورات، سهام إبداع وخطط ومبادرات، سهام تحصين للجيل ورد على شبه المبطلين، أم غير ذلك؟ والمجالات كثير. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالدكم استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، نشهد أن لا إله إلا الله خلق فسوى وقدر فهدى، نشهد أن محمدا عبد الله المصطفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المجاهدون، إن حديثنا وتركيزنا على محرقة غزة لا يعني بحال أن نغفل عن النار التي تشتعل عند أقدامنا وفي قلب بلدنا وفي كثير من مناطقنا. إن النار التي تستهدف أولادنا وتغتال مستقبلنا وتسعى لوأد أحلامنا وتطلعاتنا واجبنا أن نقف مع الرماة لصدها، فإنه كما يجب على إخواننا أن يصدوا عدوان الكيان فعلينا أن نتصدى لأباطيل وتحريفات وتجريفات ميليشيا إيران. إن على كل ولي أمر في مناطق سيطرة الميليشيا، على الآباء والأمهات، على الإخوة والأخوات، أن يدركوا أن من مقتضى تطبيق الآيات أن يقوا الأولاد والأطفال نار الطائفية وخرافات مراكزها والتحريف الذي تلغم به العقول في الدورات، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من مقتضيات ذلك حفظ الآباء والأمهات وحفاظهم على أطفالهم بعيدا عن مراكز الشحن الطائفي والتلغيم العقلي والاغتيال العاطفي والانحراف الفكري الذي يسمى كذبا المركز الصيفي. إن كل يوم يكشف أن الميليشيا لو تمكنت أكثر لانكشف من مخبوء معتقداتها وأفكارها وسلوكياتها ما هو أنكى وأخطر.
خلال الأيام الماضية اشتعلت المواقع الافتراضية غضبا يمنيا من كلام أحد الذين استضافتهم الميليشيا في صنعاء بحمايتها، بل وهو من يتحكم في بعض قادتها، فخرج ليقول عن الصحابة الكرام ما يستحي أحدنا أن يقوله عن خصومه. خرج الدعي ليقول عن خالد بن الوليد إنه كافر، بل قذفه بالزنا علانية، وذلك موثق في صفحته. وحين اشتعل اليمنيون غضبا تظاهر بعض المتحوثين أنهم فوجئوا بذلك ليأتيهم الرد من قبل حوثيين تربوا في المراكز والدورات دفاعا عن ذلك الدعي ودفاعا عما قال، وبأن مسمى الصحابة مختلف عليه، وهم يعنون أن خالدا قد لا يكون صحابيا. إن هذا موقف واحد من المواقف التي تدق، بل لا تدق جرس الخطر، فقد انكسر الجرس، وقد آن الأوان للشعب أن يتحرك. إننا لسنا طائفيين، لكن أيضا ولن نسمح أن يقال في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال في معتقدات غالبية الشعب ما يقوله هؤلاء. لسنا طائفيين، لكن لن نسمح للطائفية أن تحرق وطننا. أيها الأحبة الكرام، إن على اليمنيين على اختلاف انتماءاتهم وأفكارهم مهما بلغت خلافاتنا ستظل في الهامش، وهؤلاء يهشمون القلب. مهما بلغت خلافاتنا علينا أن نتوجه نحو معركة هي المعركة الأصل، هي معركة استنقاذ الجيل الذي سيلغم بمثل هذه الأفكار، وبما هو أنكى وأدهى، وبما هو أشد، ويبعث ألف بكية ولا تزال في الحلق ما هي أكثر. واجب كل واحد منا لمواجهة كل خطر فكري وعسكري أن يكون اليوم في موقع الرماة العشرة، لا يغادر موضعه، متأملا ما يستطيع أن يفعله، مدافعا عن عقيدته ووطنه، عن شعبه وأمته، عن مجتمعه وأسرته، عن معتقداته ونفسه. تفقد قوسك فأنت أحد الرماة، تفقدي قوسك فأنت إحدى المدافعات عن هذا الدين. قد يكون القوس الذي بيدك قدرة على التربية والنصيحة، وقد يكون كلمات، وقد يكون لسانا تنطلق منه الدعوات، أو صفحة تنشر فيها منشورات، وقد يكون مالا تدعم به المجاهدين هناك أو المرابطين هنا. قد تكونين أنت بجهدك في مكانك الذي أنت فيه وما تستطيعين وارثة الدفاع عن الأمة كما دافعت أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حالك حالها حين رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآها تدافع عنه ذات الشمال وذات اليمين، وتنادي ولدها أن يفعل ما تفعل، فقال لها يا أم عمارة ومن يطيق ما تطيقين. إن دور وارثات أم عمارة اليوم لا يقتصر على الحرب في المعركة، ففي كل مجال تحسنين فيه نفع نفسك وتربية غيرك، ولو لم يكن لك إلا الدور الأهم في حماية أهلك من كل فكر مضل مهلك، فذلك ميدانك وحربك وسيفك وقوسك، وأنت مع الرماة العشرة ومع أم عمارة المبشرة. أيها الرماة المناضلون بأقواس جهدهم وجهادهم حربا وسلما، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، من أمر الرماة أن يثبتوا في أماكنهم، وبشر الصحابة وسمى من يسلكون بعده دربهم أنهم إخوانه. فهنيئا لكم إن كنتم إخوان محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، واغفر اللهم لنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم بلغ الأمر وبلغه، اللهم إن الأمة قد بلغ بها الكرب والضيق ما بلغ وأنت بها أدرى. اللهم الفرج، اللهم اليسر بعد العسر، اللهم يا رب النصر. اللهم إن غزة وحالها كما تدري وكما تعلم وأنت الأدرى. اللهم فانصر المجاهدين وانصر الرماة الثابتين، واجعلنا معهم مجاهدين ولهم داعمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين المرابطين المدافعين عن الحق وعن المدنيين المساكين في كل مكان ودولة يا رب العالمين.
اللهم نصرك لإخواننا المرابطين في جبهات العزة. اللهم إنا نسألك نصرا لوطننا. اللهم أيد القائمين على مسؤولية دولتنا أن يبدأوا معركة كرامة وحرب استرداد واستعادة دولة، إنك على ما تشاء قدير. اللهم رحماك بالأطفال الذين يقعون تحت سيطرة الميليشيا وقصف أفكارها وخرافاتها ودجلها، اللهم رحماك بهم. اللهم وفق أولياء أمورهم لتحصينهم وحمايتهم. يا حي يا قيوم، غيثك وغوثك، اللهم غيثك وغوثك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إن حالنا كما ترى فأغثنا. اللهم غيث الإيمان في قلوبنا، غيث التراحم في مجتمعنا، غيث السماء في أرضنا، غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما غدقا طبقا مجللا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفق الطلاب في اختباراتهم، ووفق الجميع في أعمالهم، واجعلنا جميعا مع الرماة العشرة ثابتين، ومع الصحابة مبشرين، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين اللهم آمين. عباد الله، الصلاة تربط على قلوب المرابطين، وبها يستعين على جهادهم الثابتون من المجاهدين. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قوموا إلى صلاتكم.